السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم البسكوت الاقتصادي جدا، سهل وبسيط ومن غير أي تعقيدات ومن غير بيض ولا زبدة ولا سمنة. مقاديره سهل خالص وموجودة في كل بيت، هتقومي حالا تعمليه. يلا نتابع الفيديو للآخر وما تنسيش تحط لايك. يلا نسمي بالله ونقول المقادير. معايا هنا نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، نص كوباية مية بالميزان. 100 جرام سكر، 100 جرام زيت، 100 جرام مية. خلطتهم في الخلاط، سكر عادي حبيبات، خلطتهم في الخلاط لغاية ما السكر داب معايا وبقى بالشكل ده. نفضيه بقى في الطبق اللي هنعجن فيه. معايا رشة بسيطة من الملح، ومعايا هنا دي ريحة موز، عندك حطي منها نقطة واحدة ما تكتريش عشان ما تمررش معاكي، ما عندكيش يبقى حطي ظرفين من الفانيليا. سهل خالص وان شاء الله هتقومي تعمليه وهيعجبك والنتيجة بتاعته ممتازة. معايا هنا دول 400 جرام من الدقيق، ومعايا دول معلقتين من النشا. ايه فايدة النشا؟ النشا هيخليه مقرمش معاكي، والدقيق مش هنحتاجه كله، احنا بس ايه هنحتاج على حسب السوائل اللي معانا، يعني ما تحطش الدقيق مرة واحدة. ومعايا هنا دي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة. نقلب بقى ايه بالمعلقة كده الاول، وبعد كده ايه هنلم العجينة، مش هنعجن، هنلم العجينة بصوابع ايدينا بس، ما تعجنيش عشان ما تطلعش مكتومة معاكي وتقيلة. هنا بقى ايه بصوابع ايدي اهي، شوفي بلف الدقيق في السوائل اهو. قبل ما العجينة تستكفى معاكي الدقيق هنقسمها نصين، عشان هعمل نصها بالفانيليا هتبقى نصها ابيض، ونصها التاني هحط عليه كاكاو، يبقى نصها بالشوكولاتة كده ونصها ابيض. هنا العجينة لسه طرية معايا اهي، هقسمها بقى نصين. هاخد نص كده، هجيب طبق تاني هاخد نص فيه، نص العجينة فيه. يا ريت لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. هنا بقى نحط باقي الدقيق. معايا هنا معلقة دقيق نزودها كده على العجين لغاية ما العجينة تلم معاكي من الطبق خالص. العجينة لمت معايا وفي نفس الوقت طرية، مش يابسة. هنا دي بقى النص التاني ده هنحط عليه معلقة كاكاو خام، ونعجنها كده، نلف بس ايه العجينة فيها. بقت معايا بالشكل ده. نغطيهم بقى عشان ايه ما تعملش قشرة معاكي وتنشف. هنا بقى هجيب الصينية اللي هعمل فيها، اللي هشكل فيها، وهجيب ده القمع اللي هو على شكل مشط كده بتاع البسكوت. مش هنحطه في كيس حلواني ولا حاجة، لا احنا هناخد العجينة كده على طول، مش مستاهلة. وممكن كمان لو هتعملي كمية اكبر من كده ممكن تعمليها في المكنة عادي، جميل جدا وطعمه وريحته في منتهى الجمال واقتصادي، مفيش بعد كده. هتقومي حالا تعمليه وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة بتاعته، وما شاء الله عليه. الرسمة بتاعته ولا ساحت ولا اتمسحت من عليه، الرسمة بتاعته زي ما هي. نشكله بقى بالشكل ده، وما تخافيش يعني ايه مش هيسيح على بعضيه، لا خليه ايه يعني مسافة صغيرة بين الواحدة والتانية كده ومش هيسيح منك. هنا بعد ما خلصت الابيض عملت البني بنفس الطريقة، بس فيه خطوة مهمة جدا، لازم تحطي بسكوتين من الابيض ده مع اللي هو بالشوكولاتة علشان تعرفي استوى ولا لا، لان انت مش هتعرفيه من اللون البني. فالصباعين الابيض دول هيبينولك ان استوى ولا لسه. ندخله بقى على درجة حرارة عالية في الفرن. هيقعد معاكي حوالي من 12 لربع ساعة يستوي معاكي. لقيتيه مخدش لون، شغلي الشواية ايه حاجات بسيطة كده ياخد لون ذهبي معاكي بسيط كده من فوق. شوفوا ما شاء الله عليه هش قد ايه ودايب دوب. اهم حاجة وانتي بتعجنيه ما تعجنيش، لمي بطراطيف صوابعك كده عشان ما يطلعش كابس معاكي. وده اللي بالشوكولاتة معانا جميل جدا. طبعا هتعملي كمية اكبر من كده هتضاعفي المقادير.
احنا عاملين نص كوباية مية، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، فيش بعد كده. جميل واقتصادي وسهل وعمايله سهلة جدا. ينفع كده بقى الصبح مع كوباية شاي بلبن، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.